المحكمة أولا حضوريا، واحد بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ومحمد إبراهيم البلتاجي وأحمد محمد عبد العاطي بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم. اثنين بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي محمد مرسي عيسى العياط محمد سعد توفيق كتاتني عصام الدين محمد حسين العريان سعد عصمت محمد الحسيني حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور عصام أحمد محمود الحداد محي حامد محمد السيد أحمد أيمن علي سيد أحمد صفوت حمودة حجازي رمضان خالد سعد حسنين محمد جهاد عصام أحمد محمود الحداد عيد محمد إسماعيل دحروج إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي كمال السيد محمد سيد أحمد سامي أمين حسين السيد خليل أسامة محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم وبمعاقبة كل من المتهمين محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد أحمد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إلى كل منهما. ثانيا غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزت إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي وعمار محمد أحمد فايد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن محمد خيرت الشاطر وسندس عاصم سيد شلبي وأبو بكر حمدي كمال مشالي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي محمد خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين محمود الأزاز وعماد الدين علي عطوة شاهين وإبراهيم فاروق محمد الزيات وإبراهيم فاروق محمد الزيات بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم. ثالثا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل عبد الحليم خليل بوفاته إلى رحمة الله تعالى. رابعا بمصادرة المضبوطات وبإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية المرفوعة من دعاء محمد رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وألزمتها بمصروفاتها و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. رفعت الجلسة.